السلام عليكم. بالنسبة لكيفية التسجيل في مسابقة الأساتذة، يبدو أن الرابط أو السيت مغلق. على ما أعتقد أنه بداية التسجيلات ستكون يوم 16 ديسمبر، لكن يمكن للأساتذة الولوج إلى موقع الشروط هنا education.gov.dz. ندخل إلى الشروط والكيفية التنظيمية للمسابقة. هنا يمكن الاطلاع على كل الشروط قبل التسجيل. هذه الشروط حددتها الوزارة كما يلي: حيازة الشهادة في التخصص المطلوب. ثانيا، الجنسية الجزائرية، لابد على المشارك أن يكون جزائري. بالنسبة للرجال، الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية. أيضا التمتع بالحقوق المدنية، ما يكونش عند المشارك أي مشاكل مع الدولة. أيضا شهادة السوابق القضائية. أخيرا القدرة البدنية والذهنية. أيضا من بين الشروط أن يكون إذا كان موظف سابق وتم إقصاؤه أو تهميشه أو تسريحه أو عزله، لا يمكن أن يشارك أيضا في هذه إلا إذ كان لا يزال قيد التوظيف وأخذ رخصة من مكان العمل. هذا أيضا شرط ضروري. بالنسبة للالتحاق بالرتب هي كالتالي: أستاذ تعليم ابتدائي، أيضا متوسط، قسم أيضا أستاذ ثانوي. الشهادات المطلوبة هي شهادة الماستر أو مهندس دولة في التعليم الابتدائي. هذه الشهادة الأولى. بعد الشهادة الأولى تأتي شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا، الخاصة بكل تخصص. بالنسبة للمتوسط أيضا الأولوية لشهادة الماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة. أيضا شهادة الثانية المقبولة هي شهادة ليسانس. لكن بالنسبة للتعليم الثانوي شهادة الماجستير هي أول الشهادات. ماجستير في التخصص المطلوب لكن بالنسبة لشهادة الدكتوراه لا توجد. ثانيا شهادة الماستر. شهادة ثانية بعد الماجستير هي شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص. أخيرا بالنسبة للوثائق هي كالتالي: طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطني، نسخة من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني. أيضا نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، وشهادات العمل أو الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص تاعو، سواء مستخلف أو متعاقد أو رتب خاصة بالتدريس من طرف مديرية التربية أو مؤسسات العمومية بشكل عام. أيضا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أو أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند الاقتضاء. الرخصة المتضمنة الموافقة على المشاركة في المسابقة من الإدارة المستخدمة بالنسبة للموظفين. كل هذه الوثائق من المفروض أنها توضع كل على حدة في ملف PDF. وفي الأخير معايير ترتيب المترشحين. يتم ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق وفقا للمعايير التالية: ملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة، تطابق تخصص الشهادة، مسار الدراسة والتكوين. ثانيا تكوين المكمل للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص.
3 الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح نفس تخصص، يعني سواء مقالات أو مشاركة في ملتقيات أو يعني نشر في مجلات هنا وهناك إلى غير ذلك. الخبرة المهنية كما قلنا مكتسبة من قبل المترشح، تاريخ الحصول على الشهادة، نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.